الفيلم ده قليل الأدب ومش كويس، يعني مش معمول للصغننين، معمول للكبار. عايزين تتفرجوا عليه أهلا وسهلا كان به، مش عايزين براحتكم. بس طبعا أنا ما نزلتش الفيلم ده إلا بناء على رغباتكم وطلباتكم، وأنا حبيت أنزله. بيبدأ فيلمنا النهاردة مع واحد شاب، الشاب ده اسمه ميرفي، وهو نايم جنب واحدة، البنت دي بتكون اسمها أمي، وبيقوم يطمن على ابنه. وبعد كده بيجيله تليفون من أم حبيبته السابقة، حبيبته السابقة اسمها إلكترا. وأم حبيبته السابقة لما اتصلت بيه بتقوله إن بقالها شهرين ما تعرفش أي حاجة عن بنتها، وبتسأله لو هو يعرف عنها أي حاجة لأنها قلقانة عليها قوي. فهو كمان بيقلق على إلكترا حبيبته السابقة. وبنرجع بقى الماضي ميرفي وبنشوفه وهو بيكلم أم إلكترا علشان ما بتنامش، ولما بتكلمه ما بتردش عليه في الأول وبتقفل السكة في وشه. وبيفتكر لما كان بيعمل العسل بالقشطة مع أمي وبتقوله إنها حامل، لكن بقى هو عبيط وما بيصدقهاش، عامل يعني زي الشاب المصري، وبيطلب منها إنه يشوف اختبار الحمل وكده، وبيتأكد يعني إنها حامل ولا لأ. وبنرجع للوقت الحاضر وأمي بتسأله هو أنت بتكلم مين من ورايا كده؟ فبيقول لها إن هو بيكلم أم واحد صاحبه علشان يعني ما تتضايقش منه. وبيكون خلاص زهق من أمي على آخره، وبيقول في سره إن أمي دي ضحكت عليه علشان تقعد معاه في شقته. وبيفتكر حياته مرة تانية مع إلكترا، وإن هي اللي دخلته يعني في عالم المخدرات، إن هو يشربها وإنه يشرب كتير يعني، وبسبب خيانته لها وعلاقتهم اللي دايما بتبوظ، فبتبقى مدمنة المخدرات والحاجات اللي مش كويسة لدرجة إنها بتعمل العسل بالقشطة مع الديلر. وبنرجع للوقت الحاضر وأمي بتقول لميرفي إنها هتروح تتمشى شوية علشان زهقانة وعلشان طول الوقت بتكون قاعدة في البيت. بعدها بقى أمي بيفتكر إلكترا لما كان معاها وبيشربوا هما الاتنين سيجارة حشيش مع بعض، وبيسألها ايه أكتر تخيلاتك يعني في قلة الأدب وكده. فبتقول إن هما يبقوا تلاتة، يعني أكيد انتوا فاهمين يبقوا تلاتة في ايه بالظبط. ما بحبش اوضح الحاجات اللي زي دي علشان عيب. فبيستغلوا الموقف وبتبقى معاهم واحدة كده شقرة ساكنة معاهم في نفس البيت، ومن حسن حظهم بيقابلوا أمي اللي كانت لسه ناقلة في الشقة اللي جنبهم، فبيتعرفوا عليها وبيعزموها على الغدا. وبيعرفوا منها ان هي كمان بتضرب الحاجات اللي بتضرب مخدرات يعني زيهم، فبياخدوها مكان وبيرقصوا فيه وبيهيصوا وبيضربوا هناك بقى ممنوعات وكده. ولما بيروحوا البيت بيشربوا سكارة الحشيش وبيعملوا بقى العسل الزبادي. الموضوع ده بقى بيعجب مارفي قوي، وبيروح يعمل علاقة يعني مع حد تاني، مع أم يعني من ورا إلكترا. وفي المرة دي بتحمل منه المصيبة بقى في كده. وبيفتكر ازاي هو اتعرف على إلكترا، وساعتها لما كان شغال افتكر يعني لما كان شغال مخرج وهي كانت كاتبة، وحبوا بعض هما الاتنين وعدت الأيام ما بينهم. وفي يوم بيسألها على حبيبها السابق، فبتقوله انه سابها علشان كان عايز يرتبط بواحدة أصغر يعني وأحلى منها. وبتروح بعد كده إلكترا مع مارفي، بيروحوا لمعرض لحبيبها السابق، وبتقعد إلكترا تتكلم معاه. فبيتضايق مارفي منها لكنها بتقوله ان هما دلوقتي صحابه بس ومفيش بينهم أي حاجة. بنشوفهم بقى بعد كده وهم قاعدين مع بعض، وإلكترا بتسأله لو بيحب يفضل معاهم كده للأبد وعلى طول، لكنه بيرد عليها وبيقول لها ان الأبد مدة كبيرة قوي. فهي بتضحك وبيعملوا برضو شاي بلبن. وبيروحوا مع بعض بقى الحفلة وهما متجمعين كده، وبيتكلموا على فيلم المارفي مع واحدة، لكن إلكترا مش بتفهم الفيلم، لكن البنت التانية بقى بتفهم ميرفي قصده ايه بالكلام اللي هو بيقوله. وبيدخل ميرفي الحمام مع البنت التانية وبيعملوا شاي بلبن. ولما إلكترا بتطلع بتسأله هو انت كنت فين يا سيدي، فبيقول لها انا كنت بجيب يعني مخدرات وكده. وهي بتقوله طيب اقفل السوستة بس الأول يا كداب. وبتصارحه وبتقوله على فكرة أنا كنت بخونك الأسبوع اللي فات مع حبيبي السابق. فهو بيتعصب عليها جدا وبيغير وبيزعق لها. وبعد كده بيركبوا التاكسي وبيقعدوا يشتموا بعض في التاكسي وبيتعاركوا طول الطريق، بس في الآخر بيفتكروا العشرة اللي ما بينهم والحاجات اللي كانوا بيشربوها سوا. فبيروحوا البيت ومش بيعملوا ولا لأ، ده بيعملوا شقلباظات. وبعد كده بيروح ميرفي يقعد مع شوية ناس صحابه، وبيقوله على المكان اللي كل شوية بيعملوا فيه. وللأسف بيروح هناك مع إلكترا وبيعمل شاي بلبن مع اتنين هناك، وبيشوف إلكترا وهي بتعمل برضو مع واحد تاني، فبيتعصب عليها وبيقولها انتي بتعملي ايه؟ مارفي ده باين عليه مجنون، طب ليه انت واخدها المكان الوحش ده؟ اتفوا عليه. فالبت بتطلع نصحى وبتقوله اشمعنى انت عملت مع مين وانا لا، وبتقوله كمان ان هو اللي جابها المكان ده. لكن بعد كده بيقعدوا مع بعض وبتبقى دي اخر مرة يتجمعوا فيها هما الاتنين. وبعد كده بنشوف ميرفي وهو قاعد مع ابنه وبيعيط وبيقوله ان الحياة مش سهلة،
وفيلمنا بيخلص على كده. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، دعمكم يهمنا علشان نستمر.